مرحبا بكم. قلنا إن شاء الله إن إحنا هنبدأ النهاردة نطبّق تطبيقين بشكل سريع شوية. مدينة اسمها أبو صير، ودي مالية مصر كلّها وموجودة بشكل كبير أوي، ومدينة تانية اسمها أو قرية تانية اسمها صفت الحنة. هنشوفهم هُم الاتنين ليهم اسم فرعوني ونطقهم وقالوا والّا لأ. الأساس هُم جايين من اسم الأُزير، و ممكن تكون الأبو صير قريّبة شوية، بس صفت الحنة بعيدة، بس هو حَط صفت الحنة وحَط جنبها الإله الأُزير أو رسمة الأُزير عمومًا، وبالتالي نشوفهم بيقروا والّا لأ ونطبّق عليهم. الأبجدية بتاعتنا هي ثابتة، كلمة الأُزير الحروف ثابتة في مكانها، ما فيش حرف بيتغيّر، كذلك الحروف الرئيسية اللي بينطق نون، لام، راء، سين، منشار زي ما هو في مكانه. حرف المربع 4 حروف بيلتزم 4 حروف باء، ميم، واو، فاء في مكانه، ما فيش تغيير. حروف المَد البينية زي الدايرة اللي هي الشكل الفم ديّة، ده حرف مَد، إذا احتاجناه ننطقه، ما احتاجناهوش ما ننطقوش. دي فلسفة الكتابة. يعني حرف المَد ده لو احتاجناه أوكي، شغال، ما احتاجناهوش خلاص ما ينطقش. أما ال3 التانيين هم ثابتين، لازم ينطقهم، لازم يتكلمهم، لازم يكون لهم مدلول في الكلمة. وبالتالي هنيجي نطبّق كده على أبو صير. أبو صير زي ما جات في كتاب الدكتور عبد الحليم نور الدين، حاطط اسم الإله وكاتب أبو صير. علامة العين ديّة عمومًا، هي العين دي لمّا بتيجي بتبقى معناها الإبصار، والإبصار عمومًا هي قريبة أوي من اسم أبو زير. وده الشكل ديّة اسمها المنارة، هتبان بعد شوية إن شاء الله وإحنا بنطبّق الرسومات. أبو صير، دي صفة الحنة وهنرجع لها بعد شوية صغيرين. وهنا كده أبو صير. أدي الحروف زي ما إحنا كتبناها المرّة اللي فاتت بنفس الترتيب بتاع الأُزير. لمّا بدأنا نقرا الأُزير كنا بدأنا من الحرف ده، الحرف الأولاني ده اللي هو عليه الدايرة ديّة اللي الماوس بيتحرك عليه، وكان حرف الهمزة برضه، وبعدين ده المربع ده كان الواو، وبعدين قُلنا الأُزير بعدها. المرّة دي أبو صير، الحرف ده برضه همزة كما هو أبو، وده الب المرّة اللي فاتت كان واو، هو المرّة دي نطق باء لإن هو ممكن ياخد واحدة من ال4 حروف الباء، الميم، الواو، الفاء، فنطق أبو. ده حرف مَد بيني مش ما لوش مكان حاليًا، لكن بعد كده نطق صير، صاد، ياء، راء، نُص دايرة صاد، وبعدين حرف الياء اللي هو الفم، وحرف الراء. هنلاحظ إن حرف الفم هنا نطق ياء، ونطق هنا ألف، لإن يا الاتنين من مكان واحد من حروف الحلقية، فعشان كده نطق أبو صير. يبقى معنى كده ما زلنا ماشيين بشكل منتظم لمّا حط أبو صير وحط الإله. اسم الأُزير هو نطق أبو صير. طيب لو رُحنا لاسم صفت الحنة، هي بعيدة شوية عنها، بعيدة شوية، بس تعالَ نشوف صفت الحنة كده، كتبنا نفس الاسم أهوّة أبو صير أو الأُزير أو اسم الأُزير، كتبناه بنفس الترتيب بنفس الحروف بنفس الكلام، وبرضه اسنان المنشار له 3 فوقهم، المربع له 4 فوقهم، الحرف الفم ده له 10 حروف، الدايرة نُص دايرة اللي هو شكل حرف النُص دايرة ده ليه برضه 10 حروف، إحنا شُفناها في المرّة اللي فاتت والرسومات هتتنّاها موجودة، وهنحُط برضه الرسمة المجمّعة في الآخر عشان لو إحنا عايزين نراجعها. هنلاحظ إن هو لمّا حَط الرسمة ديّة نطقت كده صفت الحنة. أدي الصاد من نُص دايرة، صاد، ألف اللي هو شكل الفم ده نطق مَد أو ألف، صا، وده هنا نطق ف المرّة دي، مرّة نطق واو، مرّة نطق ميم، المرّة دي نطق ف. ليه؟ هو بيلتزم ال4 حروف ما لوش غيرهم يعني. صفت، صفيت أو صفت، صفيت كده يعني ممكن بالشكل ده، إن ما احتجتش الياء، إن ما احتجتش حرف المَد ده ما لوش مكان. صفت وأدي التاء، صفت، حنة أدي الحاء والنون والهاء. فلو هو لمّا جه حط اسم الإله، لمّا جه حط اسم الإله الأُزير، عمومًا العلامة ديّة هي بتنطق الإله الأُزير، العلامة ديّة اسم الإله الأُزير، ديّة بالذات يعني، وهنروح لها يمكن المرّة اللي جاية ونقول هي ليه بتنطق الإله الأُزير. وده هو الإله موجود، لإن العلامة الإله اللي فوق راسه كُبرى ده ضمنًا فيه الأُزير، وبرضه إحنا هنوصل لها. فنطقت صفت الحنة بشكل جميل أوي. طبعًا هو نطقها سِبِد، SBD سِبِد. آآ وقال إن البلد دي اسمها صفت الحنة. البلد دي اسمها سِبِد والّا اسمها صفت الحنة؟ لا، لأ، اسمها صفت الحنة، بشكل واضح جدًا وبسيط وسهل وسلس. اسم الأُزير هو نطق صفت الحنة، هو نطق أبو صير، العلامات بسيطة جدًا، الأمور سهلة خالص. هو صفت الحنة، هو أبو صير، هو الأُزير. المهم
يكون عندنا شكل الأبجدية موجودة. المرة اللي جاية إن شاء الله هناخد شكل الدايرة اللي مرسوم عليها مدينة متقاطعين كده. هل اسم الأزير، الدايرة دي علم على الأزير، هل اسم الأزير بينطق مدينة، بينطق ميدان زي ما هو رسمها كده؟ طيب الدايرة دي برضو ما زالت هي علم على مصر، هل الدايرة دي بتنطق مصر؟ هل هي موجودة في الكلام دوت؟ ودايما يحط الدايرة ديت عليها علامتين من علامات التوازي كده. برضو هناخد علامتين التوازي المرة اللي جاية مع الدايرة مع اسم الأزير، ونشوفهم بيقولوا ايه مع بعض. وده كان هو الدليل الأول والتاني، الدليل رقم 1 والدليل رقم 2 لاختبار صحة الأبجدية الجديدة. والحكم النهائي برضه هيكون لحضراتكم مش بعد عشرات ولا مئات، ممكن يكون بعد آلاف الأمثلة. شكرا لكم.